السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصل له كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طحينه في البيت ان شاء الله تبقى زي بتاعت بره بالظبط. بمكونين اتنين بس. سمسم، طبعا السمسم دوت كان ني عادي، بس انا حمصته في الفرن اهو بقى لونه كريمي كده زي ما انتم شايفين. تمام اهو. ومعانا كوباية زيت واحدة، ومعانا دي يعتبر كوباية طحينة، بس انا ما حطيتهاش في قلب كوباية عشان خاطر يعني ايه ما نهدرهاش، يعني خسارة. تمام. السمسم بعد ما حمصته في الفرن يعني قعد حوالي 10 دقايق في الفرن. تمام. هنحط بقى كل المكونات دي كلها في قلب الخلاط، نضربهم في الخلاط وهوريكم. ده منظرها اهوت بعد ما ضربناها في الخلاط. هنحطها بقى في البرطمان. بسم الله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا منظرها جميل، اقسم بالله ولا بتوع المطاعم ولا اللي بنشتريها من بره من السرجة. تمام. تقدري بقى ان انت تحتفظي بيها في قلب التلاجة براحتك وتاخديها. وده جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم، وطريقة سهلة وبسيطة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلك كل جديد. مع الف سلامة.